اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. رجعنا تاني بقى نتابع تطورات مترو ابو قير. اهتمينا اهتمام كبير جدا في الايام اللي فاتت باعمال الازاله، والنهارده بقى بما اننا في ابو قير فهنتابع من امام موقع محطه ابو قير. ان شاء الله المحطه الختاميه او نهايه المسار في شرق اسكندريه هيبقى في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده. ان شاء الله موقع محطه ابو قير. ايه الجديد وايه اخر التطورات اللي هنتابعها النهارده؟ هقول لحضراتكم هنتابع من ابو قير لحد كوبري المنظره، هنتابع المنطقه دي كلها بقى، هناخد معانا الاصلاح وهنتكلم كمان عن المنتزه وايه اللي بيحصل في المنتزه وموقع محطه الاكاديميه البحريه او توسن. هل المحطه هتتنقل ولا لا؟ لان النهارده حاولت اوصل لاي مصدر، ولكن في معلومه يعني حاولنا نوصل لها، وان شاء الله تكون هي الحقيقة أو هي مكان التنفيذ الفعلي. كده اتحركنا في أبو قير ومشينا كمان جنب المسار، ولو مشيت بقى في أبو قير هتلاقي الأعمدة بدأت تبان بالشكل اللي احنا بنشوفه مع بعض. تم الانتهاء تقريبا من كل الأعمدة اللي موجودة هنا في منطقة أبو قير. اللي باقي هقول لحضرتك باقي أعمدة المحطة. ايوه زي ما احنا بنشوف اهو، ابو قير تقريبا خلاص الاعمده بالكامل انتهت. اللي باقي ندخل بقى على الجزئيه الخاصه بتنفيذ المحطات، وحتى الان مفيش اي تنفيذ للمحطات بطول المسار. كل اللي احنا بنشوفه اعمده فقط لا غير. مفيش بس غير محطة ميامي. محطة ميامي بدأنا نشوف بقى إزالة للتبة وبداية للأعمال. نفس الكلام محطة محمد نجيب. دول المحطتين. لو حد من حضراتكم شاف تنفيذ لأي محطة تانية يا ريت يتواصل معايا ويقول لي. اتحركنا أكتر بقى كده واحنا ماشيين هنلاقي إن الأعمدة ظاهرة قدامك كده وانت ماشي على الطريق الخارجي بره. كده احنا جنب مساكن الضباط وانت ماشي بقى، دي الفتحة بقى اللي تقدر تعدي من خلالها في المنطقة هنا. والبلوك بتاع السكة الحديد ما زال موجود زي ما هو، لسه ما تمش هدمه. خلينا بقى نكمل كده مع بعض في اتجاه محطة توسن، ودي من اكتر المحطات اللي فيه جدال كبير جدا جدا حواليها. كده احنا داخلين، ايوه دي كده المكان اللي بتدخل منه على الأكاديمية البحرية، وده موقع المحطة القديم. ايه اللي بيحصل جوه والمعدات بتعمل ايه؟ هقول لحضراتكم. المعدات بتقوم بعمليات تجهيز. لما بصيت جوه في موقع بقى محطة توسن، ايوه الموقع اللي قدامنا، لقيت بيتم التجهيز. كل اللي جوه دي تجهيزات الاجزاء العلوية او تاج العمود. ده مش شغل محطات، ده اللي احنا شفناه. عشان كده بقى كملنا واكتر واكتر، وصلنا لحد فتحة الادارة. حاولنا نسأل بقى ونطلع فوق كوبري المشاة هنا ونبص ونشوف ايه اللي انت عرفته يا ياسر. الناس بقى كلها في المنطقة هنا بتقول لك، وسألت احد العمال اللي موجودين بجوار المحطة، الناس بتقول ان محطة توسن هيتم ترحيلها شوية عشان تيجي امام فتحة الادارة. ده حقيقي ولا لا؟ والله لحد الان مش واضح اي حاجة. كل اللي احنا بس بنقدر نقوله لحضراتكم اجتهاد مننا بنحاول نوصل للمعلومة، ولكن حتى الآن مفيش أي شيء رسمي. ده هنعرفه في خلال الأيام القادمة، لأني لما طولت قدام لقيت شغل كبير جدا جدا شغال. وزي ما احنا شايفين أعمدة، أنا كده عديت المستشفى بتاعة التأمين الصحي. أعمدة كمان أهي بدأت تبان قدامنا، دي أعمدة مسار مش أعمدة محطات. معنى كده إن المنطقة دي هيبقى فيها المسار مش محطة. يعني ممكن لو بقى بالفعل تم ترحيل المحطة، أعمدة بدأت تبان قدامنا، كل دي أعمدة من أعمدة المسار. لو تم ترحيل المحطة ممكن تترحل شوية اتجاه فتحة الإدارة والمستشفى، ولكن مش هتترحل كتير. ممكن تكون بجوار فتحة الإدارة أو قبلها بحاجات بسيطة. ده هنعرفه من خلال متابعة حضراتكم معانا في الأيام القادمة. هنتحرك بقى اكتر اتجاه المعموره البلد، وكل ما بنقرب اتجاه المعموره في حاجه بقى من الحاجات الجميله جدا جدا، ويمكن ما شفتهاش بطول المسار غير في المنطقه دي. المنطقه من ابو قير لحد المعموره البلد، المنطقه كلها فيها صناديق زباله. يعني الزباله مش بتترمي في الشارع، في صناديق زباله كتير جدا جدا شفتها في المنطقه هنا، ودي من اجمل الحاجات. كمان دلوقتي احنا وصلنا عند سنترال المعموره. من الداخل ايه اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك بيحصل تسويات للمسار هنا. بعد التسويات دي بيبتدوا في شغل الاساسات مباشرة، عشان الناس اللي سألتني ليه الشغل لحد دلوقتي ما وصلش لمحطة المعمورة البلد، هوري كمان حضراتكم دلوقتي محطة المعمورة البلد. تم فصل المسار او تم وضع بلوكات او الغلق عن طريق البلوكات الخرسانية التابعة لشركة اوراسكوم ما بين
قطار رشيد وما بين المكان اللي ان شاء الله هيتم انشاء محطة المعمورة البلد فيه. موقع المحطة فين؟ في نفس المكان، مفيش اي ترحيل. هي المحطة اللي فيه جدال كبير جدا جدا حواليها دلوقتي هي محطة الأكاديمية، واللي ان شاء الله من المتوقع بنسبة كبيرة ان هي بالفعل هتتنقل وتترحل شوية اتجاه فتحة الإدارة، لان دي اكتر منطقة فيها كثافة سكانية، وبجد لو اتنقلت هتبقى انجاز وهتغير شكل المنطقه اللي هناك دي بالكامل. المنطقه دي اتعمرت واصبحت من المناطق الجميله جدا جدا، فنتمنى ان شاء الله استجابه لكل الناس اللي ساكنه في المنطقه دي يتم ترحيل المحطه. وصلنا بقى لحد مزلقان المعموره، والمزلقان طبعا زي ما احنا شايفين مفيش بقى اي رقابه على منطقه المزلقان، فالعربيات رايحه جايه في كل الاتجاهات. قطر رشيد ايه مصيره؟ هقول لحضرتك قطر رشيد لحد الان شغال مفيش اي مشكله، والقطر بيدخل معانا لحد محطه المعموره جوه، ولكن فوق المحطه تم فصل المسار، تم وضع عزل ما بين المنطقه اللي فيها قطر رشيد وما بين محطه قطار المعموره اللي ان شاء الله هيتم فيها انشاء المحطه. والمحطه بتاعه المعموره دي هتبقى احد المحطات التبادليه. معنى كلامك ايه؟ يعني المحطه دي ان شاء الله هيبقى فيه تبادل ما بين قطار رشيد وما بين مترو ابو قير ان شاء الله، مع محطه كمان فيكتوريا هيبقى فيه تبادل مع ترام الرمل. محطه سيدي جابر هيبقى فيه تبادل مع ترام الرمل، وفي تبادل كمان ان شاء الله مع قطار المحافظات. نفس الكلام في محطه مصر في تبادل مع قطار المحافظات. فالمترو ان شاء الله هيكون ليه اكتر من محطه تبادليه. السور بقى اللي قدامك ده السور الخارجي بتاع محطه المعموره، وده تم انشاؤه في الايام الماضيه بواسطه الشركه اللي بتقوم بتنفيذ المشروع. وكمان في الايام اللي فاتت شفنا بقى وضع علامات على بعض العقارات اللي موجوده بجوار المحطه. مفيش اي مشكله ان شاء الله، مفيش اي ازالات للبيوت. اتحركنا بقى ورحنا عند مزلقان الشرطه العسكريه، المزلقان اللي موجود قبل محطه المعموره واللي بتركب من عنده عربيات رشيد والمعديه. وعايز اقول لحضراتكم المنطقه دي بقى اتغيرت ولسه هتتغير بعد انشاء مجموعه كباري. كوبري وصلة المعموره الشاطئ وكوبري الدائري الجديد، كباري كتير جدا ادي يفط المشروع. في بقى مجموعة إنشاءات هيتم إنشائها في الأيام القادمة، 7 كباري زي ما حضراتكم شفتوا من خلال قناة مدام عالم نهلة القماش. دي تابعت معانا مشروع الكباري. مدام نهلة كانت نزلت وصورت، وإن شاء الله الكوبري يطلع بقى زي ما شرحت لنا كده في الفيديو. ادي كوبري الاصلاح او كوبري وصلة المعمورة الشاطئ، الكوبري الجديد. الكوبري بقى ده من احدث الانشاءات اللي بيتم تنفيذها في المنطقة هنا. كوبري الاصلاح بدأ يبان قدام حضراتكم اهو في الصورة، موجود في منطقة الإصلاح أو منطقة المعمورة الشاطئ زي ما بنسميه. الكوبري أصبح واضح تماما اتجاهات الكوبري بقى، والكوبري رايح فين وداخل فين، والمواقع الجديدة. هقول لحضرتك لو ما شفتش الفيديو من خلال قناة مدام نهلة يبقى لازم تستنى بقى الفيديو اللي احنا بنحضره لحضراتكم عن مجموعة الكباري اللي بيتم إنشائها بالتفاصيل كاملة. فإن شاء الله الجاي أفضل، والمنطقة هنا هتتغير تماما. محطة الإصلاح ما زالت طبعا تحت الإنشاء، مفيش أي أعمال في المحطات. المحطة دي في البداية قالوا لنا إن في ترحيل اتجاه المعمورة الشاطئ، بعدين قالوا لنا لا مفيش ترحيل، مفيش برضو أي معلومة مؤكدة. ولكن الواضح حتى الآن إن محطة المعمورة الشاطئ أو محطة الإصلاح في نفس الموقع القديم، مفيش فيها أي تغيير. يبقى احنا كده بس اتكلمنا عن محطة الأكاديمية البحرية أو توسون. دي المحطة اللي إن شاء الله هيتم ترحيلها حسب الشغل الواضح، برضو مش معلومة مؤكدة، مستنيين حد يطلع يقول لنا بقى المعلومة الأكيدة، يطلع يقول بالفعل يا جماعة انتوا صح، بالفعل هيتم تغيير موقع المحطة. كده احنا رحنا فين بقى؟ اتحركنا ورحنا اتجاه المنتزه. كده احنا وصلنا للمنتزه ورايحين اتجاه المنظرة، محطة المنتزه والمنطقة عموما بالكامل. لما سألت بقى طيب ليه يا جماعة ما تمش هدم محطة المنتزه؟ قال لك محطة المنتزه من ضمن التراث، كمان ده المبنى الخاص بالقطار بتاع الملك فاروق، المبنى او الجراج الخاص بمبنى الملك فاروق. فقال لك سور المنتزه والجراج وكمان المحطة، الأجزاء دي كلها اجزاء تراثيه ومطلوب الحفاظ عليها. كمان محطه المنتزه هتبقى بنفس الوضعيه. المحطه دي يعني المحطه دي بالذات هيتم الحفاظ على تراث محطه المنتزه ان شاء الله في الايام القادمه. مش هيكون في اي هدم للمنطقه هنا. ده البلوك الخاص بالسكه الحديد ما تمش هدمه، مستمر معانا لحد الان.
كمان هنتحرك دلوقتي، ادي محطة المنتزه وفتحة عبور المشاة وكل حاجة موجودة. المحطة بنفس الطراز، المحطة دي تعتبر تاريخ ومن اجمل المحطات اللي كانت موجودة. بتقدر بقى من هنا تدخل منطقة المنتزه وحدائق المنتزه. ادي يافطة الاعلان عن المشروع. هنكمل اكتر دلوقتي، هنروح فين؟ هنوصل لحد منطقة المنظرة ان شاء الله. ده كمان احد المساجد اللي موجودة. ادي هندخل على المسجد اهو. ده احد المساجد اللي كانت موجودة بجوار السكة الحديد، والحمد لله ما تمش هدمه، على الرغم من ان تم هدم 13 مسجد في المنطقة دي. لا مش في المنطقة دي بالاخص، لا بطول المشروع 13 مسجد تم هدمهم، ولكن تم تعويض وزارة الأوقاف عنهم. ولكن الحمد لله ده أحد المساجد لأنه خارج حرم السكة الحديد. كل ما نتجه اتجاه المنظرة هنبدأ نشوف ظهور واضح جدا جدا للأعمدة من المنتزه لحد المنظرة، لحد بالتحديد قبل كوبري المنظرة تم الانتهاء من الأعمدة بالكامل. أيوة الأعمدة بانت قدامنا أهو. الله ينور طبعا على الرجالة اللي بتشتغل ليل نهار عشان يتم الانتهاء من المشروع. أتمنى ما أكونش طولت عليكم من منطقة المنظرة. هننهي جولتنا النهاردة، واستنوا فيديوهات كتير ومتابعة أكتر وأكتر لمشروع مترو اسكندرية. دمتم في حفظ الله وأمانه، هتوحشوني جدا جدا. سلام عليكم ورحمة الله.